ترامب عمل مع قطر امبارح لقطه اقل ما يقال عنها ان هي اهانه للدويله اللي اسمها قطر. ايه ده يا عم احمد ليه بتقول كده؟ ترامب امبارح كان بطيارته في قطر والمفروض ان هو ينزل يستقبله مين؟ امير قطر. لا، امير قطر هو اللي طلع الطياره وترامب رفض ينزل يستقبله وعمل المؤتمر الصحفي في قلب الطياره. ده الفرق ما بين الدول الكبيره وبين الدويلات الصغيره اللي امريكا بتتعامل معاها، لان هي بلد خادمه لمصالح امريكا. اما احمد انت بتقول كده ليه؟ ما العلاقات مع قطر رجعت؟ لا، هي قطر بقت معانا وفي صفنا عشان هي خلصت كل الحلول، عشان هي قعدت تصرف هي ودول تانية عشان خاطر يوقعوا الدوله المصريه. لما خلصت الحلول ما كانش قدامهم غير ان هم يلتحقوا بمصر ويبقوا تحت جناح. يعني لو كان قطر قادره ان هي توقع الدوله المصريه كانت هتستمر في اللي هي بتعمله. سبحان الله يا مصر هي الدوله الوحيده اللي كل العالم بيقف لها تعظيم سلام. وهنا في فرق ما بين الحب والاحترام. الحب ده اللي بيني وبينك كده بالعاطفه، لكن الدول ما بتتعاملش مع بعض بالحب، الدول بتتعامل مع بعض بالاحترام. لو هم شايفينك قوي، طول ما انت قوي هيحترمك وهيعاملك باحترام. طول ما انت ضعيف او تابع او بتخدم اجنده هيتعامل معاك زي ما حصل كده في قطر، مجرد ترانزيت يمول الطياره ويمشي وتعالى اطلع لي الطياره انا مش فاضيلك. عرفتوا الفرق بين مصر وبين اي دويله تانية؟